السلام عليكم. المشروع ده مربح جدا يا جماعه. بصوا، الست بتجيب حاجه تقشر بيها القشره، بعد كده تصنفر خالص، جابت القرصه على ابوها عشان خاطر تعملها. بعد كده بالصبغه نضفت بقى خالص كله بالفرشه، بعد كده صنفرت، شالت بقى اي بودره طالعه من الصنفره. بعد كده اسست البرايمر عندهم سبراي علشان بيكون ارخص شويه. وبعد كده حطت المعجون عشان التاسيس ده بيبين يعني لو في ديفوهات. بعد كده صنفرت تاني البرايمر، بعد كده بتعمل بالكمبريسور بقى اللون الرمادي. هنا بقى بتلقم لو في اي حته ما اتعملتش، ده ورنيش خفيف كده قوي. بعد كده هتعمل بورنيش تاني هنشوفه. بص، ده حاجه اسمها افتر بينت ستريبر علشان تشيل لو في وساخه جت على الجنب الدرج. بعد كده حاجه اسمها بوليوريثين، ده موجود برضو عند الدي اي واي اريبيا. او هاتوا اي ورنيش بقى، بس ده بيكون يعني سميك وبيحمي قوي القرصه. حطيته المفروض بعد ما صبغتها، بس هي ما جابتش نقطه الصبغه دي. بصوا شكلها بقى حلو جدا. وحطت المقابض الذهبي، ومن جوه عملت الادراج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو. سي